بدا جو يحس انه جعان فاضطر ان هو ياكل من الاكل اللي اداهوله، وفي الوقت اللي هو بياكل فيه ظهر ضوء قصاده على الحيطه وابتدى يسمع صوت بيرحب بيه من شركه اسمها ميلر، وبيشرح لجو ان ده تدريب ليه عشان يطلع احسن حاجه منه. وابتدى جو يكلم الصوت ده وبيساله عن مكانه لكن ما ردش عليه وانا مع الاتصال، فتعصب جو وافتكر ان ده عطل فني، لكن زميله اللي في الزنزانه شرح ليه انه مش عطل وهو مش مخصص ان يرد عليه، وبيقول له كمان ان في عداد تنازلي على الحيطه وده بيشير لنص الليل. بعد كده جو سال زميله اللي في الزنزانه ايه اللي بيحصل في الوقت ده، فرفض يقول له اي حاجه. وابتدى المساجين اللي جنب جو يتخانقوا معاه لانهم مش عارفين يناموا بسبب صوت جو. قرب جو من الفتحه اللي فيها زميله في الزنزانه فسالوا عن الناس اللي بيسمع صوتهم، فقال له ان دول كانوا بيشتغلوا في شركه ميلر وانتهى بيهم الامر الوضع ده بسبب تقصيرهم في شغلهم. وجو كان بيشتغل في نفس الشركه دي وكان من الموظفين الممتازين وكان ماسك اداره قسم في الشركه، واستغرب انه محطوط في الزنزانه معاهم مع انه ما قصرش في شغله. بعد كده نصحوا زميله انه ينام ويستريح لان اليوم التاني هيكون يوم صعب بالنسبه له. بعد كده صحي جو على صوت صريخ واحد من المسجونين وابتدى يقلق جو وحط ايده على ودانه علشان ما يسمعش الصوت ده. وفي اليوم التاني وصل لجو الفطار وسمع صوت بيقول له انه لازم يخلي الزنزانه نظيفه عشان ما يبقاش فيه عقاب ليه، وبيقول له زميله اللي في الزنزانه ان في مكان تحت الارض يقدر يرمي اي حاجه هو مش عايزها. وفي الوقت اللي جو بينظف المكان اتصدم لما شاف هيكل عظم الانسان مدفون تحت الارض، فجري جو على جاره علشان يساله، فقال لجو ان في ناس قبليه كانت موجوده في المكان ده وماتوا. فاستغرب جو ورفض يصدق ان ممكن تكون شركه كبيره زي ميلر ممكن تعمل كده في موظفينها. ففكروا زميله اللي في الزنزانه بالعقد اللي مضاه مع الشركه وشرح ليه وقال له ان التدريب ده كان في بنود العقد، لكن ساعتها ما حدش اهتم ان يقرا بنود العقد، وده لانهم كانوا مبهورين بالشركه ومفيش حد اهتم بقراءه البنود. وبيقول له زميله اللي في الزنزانه ان مفيش حل غير انهم يتقبلوا الوضع وينفذوا المطلوب منهم لانهم مش عارفين امتى يخرجوا ولا هيخرجوا ولا لا. وابتدى الصوت يتكلم مع جو تاني عشان يبلغوا المهمه مطلوبه منه، وابتدى جو ينهار وبيطلب ان هو يخرج من الزنزانه دي، مع العلم ان هو اشتغل في شركه لمده زمنيه كبيره عمره ما اثر في شيء. واستمر جو في الصراخ لغايه لما سمع صوت انذار عالي عشان يسكت جو، وبيرجع الصوت اللي بيتكلم مع جو مره تاني وبيبلغوا ان ده اول يوم تدريب ليه. وده لانهم لاحظوا ان في انخفاض في مستواه في الفتره الاخيره، وده اثر على انتاجيته للشركه وادى كمان بدوره الى انخفاض الارقام في القسم اللي هو كان مسؤول فيه.